انا حاليا دلوقتي طالع اكلم حضرتك كواحد من جماهير النادي الاهلي، كواحد من عشاق النادي الاهلي، طالع اقول لحضرتك النهارده في فرق كبير جدا 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 ما بين الجماهير وما بين الاداره. في فرق كبير جدا ما بين تفكيري انا كجمهور وفرق كبير كتفكير الاداره من ناحيه امور مختلفه، او من ناحيه صفقات، او من ناحيه الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، لان احنا عندنا كلام في منتهى الاهميه. لان خلاص انت دلوقتي تقريبا في موضوع شبه امر واقع. امام عاشور خلاص يعني بنسبه 99% امام عاشور موجود في النادي الاهلي. اتكلمنا امبارح عن امام عاشور وقلنا امام عاشور انا عن نفسي مش موافق اطلاقا ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، حتى لو النادي الاهلي محتاجه فنيا، حتى لو النادي الاهلي محتاجه باي طريقه، ولكن انا ما كنتش حابب ان انا اشوف امام عاشور موجود في النادي الاهلي. خلينا اتكلم معاكم بمنتهى الامانه وانا بتكلم بصدق بجد يعني، لان ما ينفعش النهارده لعيب زي امام عاشور سب صالح سليم وسب الرموز اللي موجوده في النادي الاهلي، وعلشان زي ما قلت لحضرتك اعتذر في الغرف المغلقه فانت خلاص نسيت الموضوع. لا، انا مش مع الموضوع ده اطلاقا. ما كنتش حابب اشوف امام عاشور موجود في النادي الاهلي، ولكن الاداره يا جماعه ليها تفكير تاني. ما انت لازم تحترم الطرف الاخر. الاداره بتفكر ان هي تدعم الفريق بتاعها، بتفكر ان هي دلوقتي عصر احتراف وانا اجيب اللعيب اللي انا عايزه واللي اقدر اجيبه، حتى ولو كان انت متاكد ان اللعيب ده زملكاوي ومتاكد ان هو معجون بميه الزمالك، ولكن الراجل في الاخر تقريبا وافق على عرض النادي الاهلي. الراجل بيلعب ليه اكتر من سنه مع نادي الزمالك، مش عارف ياخد بطوله، عايز ياخد بطوله مع النادي الاهلي. صحيح اول مره اشوف الجمهور منقسم على لعيب او منقسم على صفقه للنادي الاهلي، منقسمين، في ناس عايزه امام عاشور وناس مش عايزه امام عاشور، ولكن الموضوع المره دي صعب جدا، صعب جدا فعلا. في انقسام كبير جدا في الشارع الاهلاوي على امام عاشور. يعني انا نزلت بوست واتكلمت عن امام عاشور وقلت ايه رايكم لو امام عاشور انتقل للنادي الاهلي. شفت رفض كتير جدا وشفت موافقه كتير، يعني يعتبر متوازنين مع بعض، ولكن لا، في صراع، لا الجماهير بتتكلم، لا في كلام بيطلع من الجماهير بيقول لك لا امام عاشور ما ينفعش يبقى موجود في النادي الاهلي، امام عاشور مش اخلاق النادي الاهلي والكلام ده. انا زي ما قلت لحضراتكم امبارح، قلت لحضراتكم كده بمنتهى الصراحه. فانت النهارده بتتكلم على اداره هي عارفه هي عايزه تعمل ايه، وهي برضو وصلت لك رساله من ناحيه الاستاذ محمد الجرحي لما نزل تويته على تويتر بيقول فيها يعني حضرتك قول اللي انت عايزه وانا في الاخر هنفذ اللي انا عايزه. الجماهير نادت في المدرجات وقالت صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. رد الاستاذ محمد الجرحي وده واضح جدا، يعني ده واضح لكل الناس ان الراجل بينزل التويته مخصوص على موقف الجماهير، بيقول للجماهير يعني لا احنا انتوا حضراتكم شوفوا رايكم ايه، ولكن احنا في الاخر اللي هناخد القرار او انا اللي هاخد القرار. فاذا النهارده فكري انا كجمهور مختلف عن فكر الاداره. صحيح احنا الاثنين بنكمل بعض، اول مره يحصل اختلاف ما بيننا كبير جدا وما بين الاداره، ولكن الناس في الاداره زي ما قلت لحضراتكم شايفين ان الموضوع خلاص هيمشي كده مفيش مشكله. هم عايزين الراجل مفيش مشكله، طلبات كولر ممكن يكون كولر هو الراجل اللي محتاجه، فالناس مصممه ان هي تجيبه، ولكن ده خلاص زي ما قلت لحضراتكم امر واقع. ما هو عاشور موجود في النادي الاهلي، ويعني انا ما كنتش متوقع صراحه يعني ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، ولكن خلاص يعني احنا كده ممكن نشوفه في النادي الاهلي بنسبه 99%. الموضوع الثاني اللي عندي النهارده فوز الاهلي على الاسماعيلي. صحيح الفوز كان بشق الانفس شويه، ولكن النادي الاهلي قدم ماتش كويس. انت برضو طالع من تعادل اخر ماتش، فالنهارده محتاج تكسب. عندك ماتش الاتحاد ان شاء الله تقدر تكسب فيه، وان شاء الله نتوج ببطوله الدوري في ماتش الزمالك باذن الله يوم 13/7. انت النهارده عملت ماتش كويس، كنت مستحوذ على الشوط الاول. اول الشوط الثاني قدرت ان انت تجيب جون، بيرسي تاو بيتالق كالعاده لفتره كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى. الراجل بيجيب جون، بعد كده بيبدا تحس ان في شويه تراجع. محمد شريف يعني سبحان الله، محمد شريف بيضيع فرصه يا جماعه لو هو فكر ان هو ضيعها مش هتضيع. يعني انت الجون قدامك بحر وانت بتحطها في العارضه، فالراجل ده مش موفق. ولكن ما يعني ممكن نشوف محمد شريف بيبدع قدام نادي الزمالك او بيعمل ابداع قدام نادي الزمالك. هو محظوظ على نادي الزمالك، هو بيهدف كتير في نادي الزمالك، بيجيب اجوال كتير في نادي الزمالك. اخر ماتش كان ما بين الاهلي والزمالك محمد شريف جايب هدفين، فالراجل محظوظ قوي على نادي الزمالك.
اخر حاجه النهارده عايز اقولها، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي على المكسب، ان شاء الله باذن الله لسه عندنا بطولات كتيره جدا. انا برضو عندي معلومه ان محمود تريزيجيه النادي الاهلي بيفاوضه وممكن تلاقيه موجود في النادي الاهلي. فاذا النهارده حتى النادي الاهلي منزل حاجه على الموقع الرسمي بتاعه ان في صفقه، وباين قوي ان هي صوره امام عاشور، يعني خلاص هي وضحت للناس كلها. فممكن يكون الموضوع رسمي او ممكن يكون فوتوشوب، ولكن هنشوف يعني الايام اللي جايه هتثبت الكلام اللي احنا بنقوله ان كان مظبوط ولا مش مظبوط. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني يحاول ان هو يجيب لنا صفقه مهاجم، لان احنا محتاجين بالفعل مهاجم. انا النهارده كنت بكلم حضرتك كجمهور النادي الاهلي، بحاول افرق ما بين ان انت تبقى موجود في اداره النادي الاهلي، تاخد قرارات في اداره النادي الاهلي، راجل مسؤول في النادي الاهلي. فرق كبير ما بينك وما بين انت كجمهور. انت ليك رأي مختلف احيانا، انت بتحب النادي الاهلي وانت يعني صدق ببراءة، حب ببراءة، حب من غير اي مصلحة. احنا مش بناخد ورا اللعيبة حاجة ولا مش بناخد ورا رئيس النادي حاجة، احنا بنشجع الكيان علشان احنا حابين جدا النادي الاهلي، وحابين ان احنا نشوف النادي الاهلي موجود على منصات التتويج كل سنة. فاذا لما انا اتكلم مع حضرتك في موضوع، او ان انا اقول ان الحته دي فيها مشكله، او الراجل ده المفروض ما يجيش النادي الاهلي، حاول ان انت تسمعني على الاقل كجمهور، ما يعني ناخد وندي مع بعض في الكلام. ولكن انت في الاخر انت اللي في ايدك القرار، انت اللي في ايدك السلطه، انت اللي تقدر تجيب اللاعب، انت اللي ما تقدرش تجيب اللاعب، انت اللي ممكن تسمع كلام الجمهور او ممكن ما تسمعش كلام الجمهور. فكل شيء في ايد الاداره، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي من تقدم لتقدم. شكرا لحضراتكم جدا، اتمنى الناس تتفرج علينا على الفيسبوك، تعمل شير للحلقه، وحاول يعني معلش تتفاعل معانا. الصفحه بتاعتنا فيها مشكله، فمحتاجين لايكاتك، محتاجين كومنتاتك. الناس تتفرج علينا على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب للقناه. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.